بعد ما خلصت لافة أدهنه من برا بزبدة أو سمن وبدخله الفرن على حرارة عالية وشغله قبل ب5 دقايق. طبعا لازم تقطع قبل تدخل الفرن، يعني لو دخلت الفرن قبل التقطيع أخربش علينا. بدأت تضبط. يا سلام يا سلام. بعد ما استوت من تحت خلاص بديت أحمره من فوق، شغلت عليه من فوق بس لازم أجلس عنده، لو غفلت عنه دقيقة حرقت. شوفوا غفلت عنه شوي جاء أخوي هرج علي والمسها بس ما عليه مو بحراق، يعني صارت مستوية. طبعا نصب عليها الشيرة أو القطر وهي حارة. هذول يا الأصابع يا أبو تركي. ها وش رأيك؟ يلا انت وياه الصلاة. السلام عليكم. معجون طماط، هيل، فلفل أسود، مسمار، قرفة، كمون ونكثر، وعلبة طماط، وبهارات، سمنة فارم، وبصل، ولحمة حاشي، وموقد برق الحياء، وقدر الطايف الحجري أو مو بحجري، قدر زهر. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله. تكشين اليوم البخاري لا. طبعا الأساس ما بغيت أذكر لأنكم تدرون أنه مدام في بخاري معناته في جزر، كيستين جزر مبشور. بعد ما انحمس البصل صار يشقر نحط الجزر. ترى كثير الجزر، تقريبا يمكن حول 5 حبات مبشورات، ما أعتقد والله. بعد ما تسبك البصل مع الجزر نحط اللحم ونقلب، ونحط بهاراتنا، بهارات كثيرة الحقيقة لأنه أهم شيء الكمون، هو طعمه بالكمون. نحط معجون طماط علبتين، لا أقل من علبتين، إيش عاد ترى إحنا واجدين يعني تقريبا حسب الكمية. طبعا ما أضفت ولا نقطة ماء، بخليه ينحمس بمرقته اللي تطلع منه، ونغطيه وخليه له ربع ساعة 20 دقيقة ونشوف. خلاص بعد ما تسبك اللحم 100%، يعني جلس تقريبا بحدود 20 دقيقة وهو بدون ماء، حطينا المعاد ونبي ننجضه. ما شاء الله ما شاء الله. وباقين ما شاء الله. رزي منقع وبسوي تصليحة، يسمونها تصليحة، اللي هي تبي نحطه فوق الرز بعد ما ينش البخاري. أخذت شوي طبعا من رزي هذا وحطيت عليه ملعقتين سمن وشوي جزر مبشور ورشة هيل وملح. بعد ما ينش ويشرب ماء شوي أبحط عاد عليه البليلة. بسم الله. خلاص الحين استوى. أبكب الرز تمام. حطيت العلوب، كبيت الرز، هذا مقاس الماء عشان منقعه، قللت الماء لأنه ناقع مرة. دايم خذ قاعدة، إذا كبيت الرز وخاصة بالقدر العادي حط عليه على آخر شيء. بعد ما نش الرز حطيت الزبيب كذا على جهة، حطيت البليلة مع المصفر الزعفران على جهة. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص جاهز. هذا البرياني أحمر وتصليحته الصفراء، ويا من العافية يا ولد عمي. اليوم بركان هو المدير.